السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اسفة جدا على التأخير والله، بس فعلا كنت محتاجة دعواتكم لاني كنت تعبانة شوية. الحمد لله رب العالمين. المهم النهاردة هنعمل حاجة كده حلوة كده وسهلة وسريعة. معايا هنا طبق ملفيه، ده بيتباع رخيص يعني مش غالي، وشوية جوز هند، شوية زبيب، شوية مكسرات او نستغنى عنها شوية سوداني. الموجود عندك هنقضي بيه، بس ده عشان حظي حلو الحمد لله ده كان موجود. دي قشطة انا كنت بجمعها من وش اللبن اهي، بصوا مجمده حتى اهي. بحطها في الفريزر لحد الحمد لله ما كونت معايا علبه حلوه. معايا بقى ايه تاني؟ الطواجن الصغيره دي طاجن تكفي فرد، او عايزه تعملي في طاجن كبير براحتك خالص حسب الموجود برضو عندك. احنا مش هنقول على حاجه لا، كل حاجه ان شاء الله هنوظفها ونعملها ونطلع منها احلى حاجه باذن الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب، وزد نعمك علينا وفضلك يا رب. الملفي ده تقريبا هتلاقوه بحاجة وعشرين، او يوم ما هيقول يعني هيبقى ب30 تقريبا، مش هيزيد عن كده بإذن الله يعني. مفيش ملفي، مفيش اي مشاكل زي ما قلنا خالص، تقدري تعمليه. لو عندك قرمصو بايت عندك، في نوع من الفينو، بس النوع الآلي مش الفينو البلدي برضو بلاقي، بس يكون بايت هيبقى افضل برضو. هتقطعيه وتعملي نفس اللي انا بعمله ده، يعني مفيش اي حاجة هتقولك لا. الرقاق، لا سوري، الجلاش، او في رقاق، نوع من الرقاق اللي هو الرقاق الخفيف جدا، او الجلاش نشفيه بس الاول وتقدري تكسريه وتعملي بيه نفس الطريقه. المهم ان انت تقومي كده ما تكسليش وتقومي تعملي حاجه حلوه لولادك. تمام. هبتدي بقى ان انا اكسر الملفيه بتاعي واوزعه على الطواجن، مع مراعاة حاجة مهمة قوي، ان ما تمليش الطاجن قوي، علشان انت لما تحطي عليه اللبن الملفيه هيشرب لبن وحجمه هيزيد او حجمه يتضاعف. فدايما خدي بالك عشان لسه هتحطي لبن وتحطي مكسرات عليه. خلاص، اللي اول مره تدخل قناتي ما تنسانيش في اللايك والاشتراك في القناه، ودعوه حلوه كده بظهر الغيب، ولكن ان شاء الله مثلها. وعايزه اقول لكم او طلب تاني، يعني ارجوكم ما تنسوش امهاتنا من دعواتكم. الامهات الموجوده ربنا يبارك في عمرهم يا رب، ويحفظهم لينا وليكم، واللي ربنا يرحمهم الله يرحمهم ويعفو عنهم ويغفر لهم يا رب، وامي وابويا وموتى المسلمين جميعا. خلاص كده هكمل بقيه الطواجن زي ما قلت لكم. انت تقدري تعملي في طاجن كبير لو انت حابه، بس انا بحب ان كل واحد يبقى له واحد بصراحه. عايزه اقول لك على حاجه تاني. ما تكسريش حقيقي. ريحه تشغيل الفرن وريحه عمايل الحاجه حلوه وجميله. حاسس الولاد بدفى البيوت حلوه قوي 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 قوي. اعمل لهم ذكريات حلوه، ان ماما كانت بتعمل، ماما كانت بتسوي، ماما اكلنا من ايديها احلى حاجه. ما تكسليش وتوكلي على الله، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي وتبقى احلى حاجه. خلاص كده تمام التمام. هكسر بقى دي اخر طاجن تقريبا كده معايا. تقريبا ده الملفيه تقريبا هو نص كيلو تقريبا كده. عامل 3 طبقات من الصغيره دي، في منه الحجم الكبير اللي هو بيبقى حجم صينيه، لو انت هتعملي صينيه ملفيه فاهمني. لكن انا جايبه الصغير، والحمد لله طبعا كل حاجه بتقضي زي ما احنا قلنا كده تمام خالص. في الوقت ده انا لازم اكون بولع الفرن عشان يسخن معايا على درجه حراره عاليه، واللبن بتاعي بيكون بغلي، لازم يكون اللبن سخن اهو غلي معايا. وكده انا بحليه، وما تحليهوش قوي، خليه دايما يكون يعني السكر بتاعه شويه مش عادي لا، بس يكون كويس معقول. هاجي بقى هنا احط المكسرات بتاعتي، هبتدي ان انا اوزعها على الطواجن. زي ما قلنا تقدري تستغني عن كل المكسرات، مفيش اي مشاكل خالص، تحطي زبيب وجوز هند بس. هاتي مفيش، هاتي ب10 جنيه سوداني وهكمل كام طاجن. يعني المهم والقصد ان انتي يعني تقدري تعملي نفسك اي حاجه، هتمشي نفسك بكل حاجه باذن الله، يعني الموجود ما عندك هيمشي. بس انا بقى هسيب طاجن كده عشان معايا بنوته ما بتحبش المكسرات خالص. وهرش كده على كل طاجن شويه جوز هند، ويفضل تكون اللي هي جوز هند المبشوره الكبيره مش الصغيره مش الناعمه، عشان انا عايزه طعمها يبقى باين معايا، او وانا باكلها كانها زي المكسرات معايا حتت كبيره. تمام كده. وهنا بقى الزبيب، انا للاسف كان عندي الاحمر ده بس هو الموجود معانا، واحنا قلنا كل حاجه هتمشي مفيش حاجه تقول لا، كله هيمشي ان شاء الله. هبتدي بقى ان انا اوزع برضو كده. تمام.
وهسيب واحد برضو ان في عندنا حد مش بيحب الزبيب. لازم كده في كل عيله تلاقي حاجه كده طالعه بره. هنا بقى نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللبن طبعا زي ما قلت لكم سخن، عشان كده مش عايزه احط باللبنه مره واحده، احط حبه حبه. وهوريكي اقرب لك اقول لك يعني ثواني بس اخلص كده الطواجن، وهقرب الكاميرا اقول لك تحطي لحد فين البقدر. بصي يعني ده كده انا حطيت شويه بس لسه هكمل لحد كده. ما تزوديش عشان اللبن بعد كده ممكن يفور في الفرن، فاهماني؟ وهنا اصلا الملفيه هيشرب ده كله. انا عايزه بس يا دوبك يتشربه ويبقى كده يعني مش سايل، فما تزوديش قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمام التمام. والله العظيم شكله يتاكل يا جماعه كده. شكله يتاكل من غير حاجه. هنا بقى هبتدي ان هي دي هتعذبني شويه تكسير الزبده، لان هي بصوا مجمده جدا. فحاول ان انا اكسر واحط واحط كده شويه شويه على كل طاجن فوق الوش كده شويه، علشان احنا قلنا هنعزز طعم اللبن يديله دسامه اكتر، ومن ناحيه تانية برضه تبقى حاجه مغذيه للولاد وتدفيهم، تدي طاقه كده للاولاد. طبعا انا مش عايزه كل يقول لي مش وقت الغلاء تعملي ده كله. هو الحاجات دي كلها كانت عندي، انا لسه بقول اعملي اللي عندك. عايزه تستغني عن القشطه خالص استغني عن القشطه خالص، عايزه تستغني عن المكسرات استغني عنها. الحاجات دي كلها اختياريه، فاهميني؟ وعندك اعملي يعني. فان شاء الله حتى زي ما قلت لك ممكن تجمعي كله في طاجن كده يكون وسط، وان شاء الله برضه هيبقى زي الفل باذن الله. خلاص كده هبتدي بس عشان هي بصوا انا يعني كنت بكسر فيها بعذاب يعني، عشان انا كانت مشكلتي كان المفروض كنت اطلعها قبل ما اعمل بشويه عشان تكون ساحت شويه. بس يلا الحمد لله الحمد لله جل من لا يسهو. خلاص كده الفرن عندي سخن، هدخلهم بقى الفرن هيقعدوا من 7 ل10 دقايق واوريكم شكلكم ان شاء الله. طبعا كده لوحدهم اصلا والله شكلهم جميل، بس اما ان شاء الله ما يخشوا الفرن برضو هيتعمل كده طبقه كده حمرا كده من فوق وشكلها هيبقى اجمل باذن الله. حبيت بس اوريكي اللبن لحد فين اهو، وهروحهم الفرن زي ما قلنا وهخرجهم واوريهم لكم. انتظروني. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماله يا جماله يا جماله. حاجه كده اشي خيال يا ناس، جميل جدا. وريحته حلوه قوي، عامله ريحه حلوه قوي في البيت، ريحه القشطه واللبن والسخونيه بتاعه البيت والدفى والحاجات دي حلوه قوي. انكم تتجمعوا كلكم مع بعض كده وكل واحد يقول رايه، ده حلو ده كذا، ده كنت زودي كذا كنت نقصي كذا، حلو قوي. ده الطاجن طبعا اللي هو ما تحطلوش اي مكسرات برضو شكله حلو وجميل. تمام. بصوا الشكل عامل ازاي، حاجه والله العظيم حاجه روعه، حاجه روعه روعه بجد. قومي ما تكسليش، غذي الولاد، اعملي لهم ذكريات حلوه. نغير المود في امتحانات، غيرنا مود الامتحانات. لما ياكل حاجه زي كده ويحس ان في تغيير حلو نفسه هيقوم يذاكر بنشاط اكتر وحيويه اكتر. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. واللي عندها اي اضافه تكتب لي في الكومنتات، اللي عايزاني اجرب لها اي حاجه برضو تكتب لي في الكومنتات، انا معاكم. انا بحب اجرب وبحب اخد الاراء ونشوف كل واحده اكيد اكيد عندها ميزه غير التانية. ربنا يجمعنا على خير يا رب، ويا رب يكون عجبكم الفيديو باذن الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.